حرب طروادة تقريبا من اشهر واخطر المعارك اللي اتعملت في التاريخ كله. اتعمل عليها كم افلام غير طبيعي، كم ابحاث وكم مقالات غير طبيعية. طب في سؤال، هي الحرب دي اصلا كانت حقيقة ولا خيال؟ اهلا بيكم في المخزن. طروادة كانت من أجمل المدن في العالم، كانت مشهورة بكم الجمال اللي فيها والفن والثقافة وكل الحاجات اللطيفة دي، لحد ما في يوم حاكم طروادة خلف ابن اسمه بارس، والعرافات عندهم قالوا له ابنك ده هيكون السبب في نهاية مدينة طروادة تماما. طبعا افتكر ان الموضوع خرافات وما فيش حاجه من الكلام ده، ما فيش حاجه بتحصل يعني، بس زياده اطمئنان قال لابنه ايه، روح اقعد في الجبل فتره كده حلوه، ما تجيش، خليك بعيد عن طروادة لحسن ايه يطلع الكلام ده بجد. الواد راح فضل قاعد هناك، قابل واحده من الصحراء هناك، والصحيره دي قالت له الاتي: انا هجيب لك اجمل نساء الارض تتجوزها وتكون لك ملكه متوج. بالفعل الولد رجع بلده وراح مع عيلته مع اخوه عند الاغريق، كان عندهم عزومه لطيفه كده قاعدين مع بعض، وهو هناك شاف هيلينا. هيلينا دي مرات اخو حاكم الاغريق، نونوت في دماغه وعجبته، عايز يتجوزها، خدها معاه وهو راجع طروادة من غير ما اي حد يعرف. وبعد ما وصلوا حاكم الاغريق واخوه اكتشفوا الموضوع وان هيلينا مش موجوده في البلد خالص. طب يعملوا ايه؟ هوبا لموا الجيش كله وطلعوا على طروادة بربطة المعلم، ووقفوا هناك وحصروا المدينه، عايزين هيلينا، مفيش هيلينا. طب ماشي حاضر، مش هتدونا هيلينا. قاموا خاطفين بنت اخو حاكم طروادة، خدوها معاهم اسيره. بس ساعتها حصل حاجه غريبه جدا، كان في واحد اسمه اخيل ده من اقوى فرسان الاغريق، كان ممكن يقعد يحارب 3 أسابيع من غير ما يتعب ولا يكن ولا اي حاجه، عنده باور يكفي ايام وشهور ولا اي حاجه تفرق معاه. اخيل ده عجبته البنت اللي كانت من مدينه طروادة اللي هم خطفوها، وقال محدش هيقرب منها ولا حد هيلمسها باي شكل من الاشكال. طبعا حاكم الاغريق، طب هعمل ايه؟ هتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ انا محاصر المدينه، داخلين على 10 سنين حصار لطروادة، لا عارفين ناخد هيلينا اللي جوه وناخد حقنا، وفي نفس الوقت خطفنا واحده من جوه مش عارفين نعمل معاها حاجه بسبب اخيل. طب يتصرف ازاي مع اخيل؟ قال لك طب تمام، جاب ابن عم اخيل كان شبهه جدا، نفس شكله بس اختلاف حاجه واحده، انه ما بيعرفش يحارب زي اخيل بالظبط. فقال له انت هتلبس الدرع وتخش مع الجيش وتخشوا تحاربوا طروادة. هو كان بيفكر في فكره خبيثه جدا، حاجه ثعبانيه قوي يعني. قال لك ايه، الواد لو دخل كسب كان بها، يلا مصلحه. قال لك لو خسر هيتقتل، اخيل دمه يفور يخش يولع في المدينه باللي فيها كلها. وده اللي حصل فعلا، الواد دخل هوب دب طش قام مقتول. اخيل وقف قدام اسوار طروادة وباعلى صوت عنده قال لك انا عايز هيكتور، انا هحارب هيكتور. هيكتور ده كان واحد من اقوى فرسان طروادة، وكان اخو بارس يعني ابن الحاكم. وفعلا هيكتور دمه فار، قال لك يعني اخيل ينده لي وانا ما اطلعلوش، انا هطلع له بره. اتقابلوا بره، اخيل قام مديله العلقه تمام وقتله. بعد ما قتله خلاص ما فيش حاجه تتعمل، طروادة ابتدت تضعف، وهم التانيين بره بتوع الاغريق مش عارفين يخشوا، في نفس الوقت الاسوار عاليه ومستحيل اي حد يخشها. لحد ما حاكم الاغريق جات له فكره مستحيل تخطر على قلب بشر ولا على عقل بني ادم. قال لك احنا هنمشي خلاص، سلام يا جماعه، لموا الجيش يا جماعه، ارجع لورا. وبدا ياخد حاجته، خلاص انا مروح، ويا معلم احنا هنعمل معاهده سلام مع مدينه طروادة الجميله. وقاموا اهدوهم حصان لطيف خشبي كده، حطه لهم على باب المدينه، وحد من الجواسيس اللطاف بتوعهم جوه اقنع حاكم طروادة، قالوا له ده معاهده سلام ما بينك وما بين الاغريق، ودي هديه بسيطه مننا. طبعا بقى هيصه، خدوا الحصان جوه وهاتك يا احتفالات، فرحانين بقى، الحصار اتفك، بقى لنا 10 سنين قاطعين علينا ميه ونور وهوا، خدوا الحصان جوه ورقص وزيطه وزنبليطه. مين اللي قاعد مستني بره؟ بقيه الجيش كان مستخبي لسه، وجوه الحصان كان في جيش مستخبي. واللي حصل حاجه ما كانتش على البال، اول ما الدنيا ليلت والناس سكرت ونامت، هوب الجيش كله نزل من جوه الحصان، فتحوا بيبان المدينه والجيش كله هجم من بره ودخلوا، جابوا طروادة عليها واطيها، قلبوا المدينه. اخيل كان فارق معاه حاجه واحده بس، انه بعد موت هيكتور البنت اللي هم كانوا خاطفينها من طروادة رجعوها تاني، بسبب ان هو يعني خلاص احنا قتلنا هيكتور فخدوا البنت عشان نهدي الدنيا شويه.
اخيل كان حابب البنت قوي، قعد يدور وسط المعركه دي كلها على البنت، انه يلاقيها مش عارف. واول ما لقاها بارس العاق اللي كان سبب في كل المشكله دي شاف اخيل. اخيل كان مستحيل يتهد ومستحيل يقع او حد يقتله. عنده نقطه ضعف واحده صغيره قد كده، ان لو حد ضربه في كعب رجله ده اضعف منطقه فيه كله، لانه كله لابس درع ومتغطي من فوق ومساس الراس ومتغطي، ما كانش فيه غير كعب رجله هو اللي ضعيف جدا. بارس رمح بسيط منه هوب ضرب، جت في رجل اخيل. اخيل وقع من النزيف ومن التعب مات. بارس اللي هو كان السبب في كل ده قدر يلم اللي يقدر يلمه من العيله الحاكمه، وخدهم من دهليز كده خفي وطلع بيهم بره المدينه. وبكده طروادة ضاعت وبارس هرب والحلقه خلصت. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير وسبسكرايب ليه عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك على فيسبوك وانستجرام لبيج المخزن، ولايك وشير من بيج انكيوبيتل. استنوني في حلقه جديده المخزن.